وفي كثير من الأحيان يكون الجاني على خلاف مع الضحية ويريد التخلص منها إثر مشكلة أو شجار أو ما شابه، ولكن الجريمة في قصتنا هذه أشبه بما يحدث في الأفلام، وذنب الضحية الوحيد فيها ببساطة هو أنها تشبه القاتلة. الجريمة التي هزت الشارع الألماني تعود لشهر أغسطس آب الماضي، حيث أقدمت فتاة عراقية الأصل، هذه هي على اليسار، تعيش في ألمانيا على قتل فتاة جزائرية الأصل، هذه على اليمين، وتشبهها إلى حد كبير، ظنا منها أنها بهذه الجريمة تستطيع تلفيق خبر وفاتها وإيهام عائلتها بموتها. هذا ما كشفت عنه التحقيقات التي بدأت تتكشف مؤخرا، وأتى في تفاصيل القصة التي كشفتها الشرطة أو شرطة إنجلشتات أن الشابة الألمانية من أصول عراقية وتدعى شربان غادرت منزلها ولم تعد إليه، مما أثار قلق أهلها، فبحثوا عنها بالتعاون مع الشرطة إلى أن وجدت الشرطة سيارتها وبداخلها جثة مشوهة، فاعتقدوا أنها للفتاة المفقودة أي شربان. إلا أن الشرطة الألمانية اكتشفت في اليوم التالي بعد إجراء فحص الحمض النووي على الجثة أنها لفتاة أخرى ألمانية من أصل جزائري تدعى خديجة. الضحية خديجة البالغة من العمر 23 عاما هي مدونة جزائرية في مجال الموضة والجمال، أما شبيهتها شربان العراقية فهي على قيد الحياة. وبعد أكثر من 5 أشهر من تاريخ وقوع الجريمة، كشفت تحقيقات الشرطة أن شاربان وبمساعدة صديقها من كوسوفو قاما باستدراج خديجة بعد الاتصال بها على إنستغرام وأقنعاها بلقائهما. شاربان وصديقها أيضا يبلغان طبعا من العمر 23 عاما، وأفادت الشرطة أن وجه الشبه بين الشابتين كان مذهلا بفضل الشعر الأسود الأملس والطويل وتقاسيم الوجه المتشابهة، مما دفع بالصحافة الألمانية إلى وصف القضية بجريمة قتل الشبيهتين. وأوضح مكتب المدعي العام لولاية إنجلشتات أن التحقيقات قادتنا إلى افتراض أن المتهمة أرادت الاختفاء بسبب نزاع عائلي، ولهذا زيفت وفاتها. شربان تواصلت مع عدة نساء يشبهنها مستخدمة مواقع الشبكات الاجتماعية تحت أسماء مستعارة عن طريق تقديم مختلف الوعود لهن، وقد باءت محاولاتها بالفشل في البداية، لكن خديجة وافقت على لقائها بعد أن أغرتها بعرض مستحضرات التجميل. لم يعثر بعد على سلاح الجريمة، لكن الشرطة تقول أن لديها الكثير من الأدلة، وأن الضحية قتلت ب50 طعنة سكين وتشوه وجهها تماما. أما شاربان وصديقها فقد ألقت السلطات القبض عليهما بعد الجريمة ووضعا رهن الحبس الاحتياطي، وفي حال إدانتهما فسيواجهان السجن مدى الحياة.